السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مصري إيجابي. النهاردة هنتكلم عن جامعة عالمية في تايوان، وهي جامعة KMU الطبية. لو بتحلم إنك تدرس طب أو علوم صحية في مكان عالمي وبمنح دراسية كمان، يبقى الفيديو ده ليك. خليك معايا، هنعرف كل حاجة عن الجامعة ومنحتها اللي هتخليك تحقق حلمك. جامعة KMU في مدينة كاوشيونغ بتايوان هي واحدة من أقوى الجامعات في العلوم الطبية. تأسست سنة 1954 وبتقدم برامج دراسية في الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الكيمياء الحيوية، الميكروبيولوجي التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية. الجامعة عندها مستشفى تعليمي متطور جدا، يعني هتتعلم نظري وعملي في نفس الوقت. كمان البيئة الدراسية فيها متنوعة جدا، بيجيبوا طلبة من كل حتة في العالم، فهتحس انك في مجتمع عالمي يعني. المنشآت حديثة والبحث العلمي عندهم قوي جدا، يعني لو عايز تبني مستقبلك في المجال الطبي KMU مكانك. طيب ايه بقى اللي يخلي KMU مميزة اكتر؟ المنح الدراسية. الجامعة بتقدم منح للطلبة حديثي التخرج، طلاب الدراسات العليا والباحثين. المنح دي بتشمل طب زي الأسنان والصيدلة، التمريض، تخصصات زي الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي. المنح بتغطي الرسوم الدراسية، يعني من 70,000 ل 260,000 دولار تايواني في السنة، وكمان مصاريف المعيشة، التأمين الصحي والسكن في الجامعة. الأحلى إنك مش محتاج تقلق بخصوص اختبارات اللغة، يعني لو عندك إثبات رسمي إن دراستك كانت بالإنجليش فما فيش أي داعي للآيلتس أو التوفل. بس لو بتقدم على الدكتوراه لازم ترسل رسالة بحث أو منشورات علمية. المنح متاحة لكل المستويات، بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه، فمهما كانت المرحلة الدراسية بتاعتك في فرصة ليك. عشان تتقدم للمنحة هتحتاج تملأ طلب أونلاين على موقع الجامعة، وتتأكد إنك ملتزم بالإرشادات كويس عشان طلبك يتراجع. وهتحتاج ورق زي إثبات الدراسة بالإنجليزي لو متاح، ولو بتفكر في الدكتوراه جهز رسالة بحث أو منشورات علمية. كمان لو بكالوريوس يفضل معدلك يكون 70% أو أعلى، ولو ماجستير أو دكتوراه يفضل 80 أو أعلى. مفيش مهارات معقدة مطلوبة، بس لازم تكون جاهز تثبت إنك طالب مجتهد وشاطر. جامعة KMU الطبية فرصة ذهبية اللي عايز يدرس أو يدرس في مكان عالمي ويحقق حلمه في المجال الطبي. المنح بتسهل عليك كتير، وموقع الجامعة هيديك كل التفاصيل اللي محتاجها. زور موقع KMU الرسمي وابدأ خطوة بخطوة نحو مستقبلك. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة من بودكاست مصري إيجابي.